السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وانتم كتسمعوني، ومرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة. اليوم غادي نعاود لكم على واحد الجريمة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين أعضاء عصابة مكسيكية كاينين في ولاية تكساس، وبالضبط في مدينة سان أنطونيو. فبلا ما نطول عليكم كتر خلينا نبداو. القصة ديالنا غادي تبدا مع واحد المرأة الاسم ديالها كاندي حاليا في الثلاثينات من العمر ديالها. هي من أصول مكسيكية ولكن تزادت وكبرات في مدينة سان أنطونيو في تكساس. باش نتعرفوا عليها أكثر غادي نهضر لكم على الطفولة ديالها، لأنها عندها واحد الدور وواحد التأثير على شنو غادي يوقع في القصة. كاندي تزادت وسط واحد الأسرة مفككة. الأب ديالها كان مدمن على الكحول، والأم ما كانش عاطيه أي اهتمام لوليداتها، كانت كتهتم غير بالسهرات والحفلات والخروج مع الصديقات ديالها. غالبا كاندي كانت كتبقى مع ولد خالتها كان الاسم ديالو خوسي، فهما بحال ترباو مع بعضياتهم. بحكم انهم بجوج كانوا في نفس العمر فغالبا كانوا كيبقاو يلعبوا مع بعضياتهم كيخرجوا مع بعضياتهم. ولكن كاندي كانت كتفتقد للدفء ديال العائله، لان والديها دائما كانوا مشغولين وما مسوقينش لوليداتهم. في عمر ديال 8 سنين كاندي غادي تقرر انها تهرب من الاسره ديالها وغادي تمشي تعيش مع واحد صاحبتها ووالديها حتى هي كان العمر ديالها 8 سنين. الوالدين ديال صاحبتها غادي يستقبلوها وغادي يقبلوا انهم يربيوها مع بنتهم، ولكن مع الاسف حتى هذيك الدار فما كانتش امنه، لانه الاب ديال صاحبتها كان عضو في واحد العصابه مكسيكيه في تكساس. وهنا كاندي غادي تكبر في واحد البيئه وسط العصابات، غادي تعود انها تشوف العنف، الخطر، المخدرات شي حاجه عاديه. في سن المراهقة ملي غادي تكون عند كاندي تقريبا 15 عام، فحتى هي غادي تتبع هاد الطريق وغادي تولي تتعاطى وتبيع المخدرات. غادي تحمل وهي مازال صغيرة وغادي تولد أول بنت ليها. من بعد الولادة غادي تلقى راسها هي وبنتها في الشارع، لأنه الوالدين ديال صاحبتها ما غاديش يقبلوا أنها تبقى عندهم هي وبنتها الصغيرة. هنا كاندي كانت كتعيش واحد الفترة صعيبة بزاف عليها، لأنها كانت أم عازبة هي وبنتها بلا مأوى، وهي ما خداماش، يعني ما عندهاش الفلوس باش تقدر تعيش معاها بنتها. الشخص الوحيد اللي كان كيرد ليها البال وكيحن عليها هي وبنتها هو خوسي حتى هو الحياة ديالو ما كانش فيها الاستقرار، كان فيها حتى هو الانحراف، كان كيتعاطى المخدرات. ولكن الحالة ديالو كتبقى حسن من كاندي، لانه كان عايش مع الام ديالو ومرتبط بواحد البنت الاسم ديالها سيلفي، حتى هي من نفس الاصول ومن نفس الكارتيه اللي كانوا عايشين فيه هما كاملين. المهم نرجعوا لكاندي. غادي تتعرف على واحد الراجل اللي غادي يكون كبير عليها في العمر بسنوات، ولكن غادي يتفقوا انهم يتزوجوا ومع بعضياتهم غادي يولدوا 5 ديال الوليدات. واخا الزواج ديالهم استمر لسنين، ولكن كان غالبا فيه غير صداع والمشاكل، ما كانوش مفاهمين بحكم الفارق ديال السن اللي كان كبير بيناتهم، بحكم ان كاندي كانت كتعاطى حتى هي المخدرات. مع الاسف حتى الوليدات غادي يعيشوا نفس الحوايج اللي عاشت ماماهم، حتى هما غادي يكبروا في واحد الاسره اللي غالب فيها المشاكل والصداع. ومن بعد سنين ديال الزواج كاندي غادي تقرر انها تطلق من بابات وليداتها، وهنا غادي تولي واحد المراه مطلقه وعندها 6 ديال الوليدات، يعني عليها واحد المسؤوليه كبيره. ولكن بحكم ان كاندي كانت مازال في الثلاثينات من العمر ديالها، فهي كانت باغا تعاود تبدا حياتها من جديد وتعيش قصه حب جديده. وفعلا من بعد 3 شهور على الطلاق ديالها غادي تتعرف على دانيال، واللي غادي يكون هو الشخصيه الرابعه في القصه ديالنا. دانيال حتى هو كان في الثلاثينات من العمر ديالو، كان شاب من أصول مكسيكية اللي تزاد وكبر حتى هو في سان أنطونيو، وهو كان عضو من العصابة المكسيكية. فهو كان عنده سوابق ومعروف عند الشرطة بحكم أنه كان تاجر مخدرات، ولكن هو كان كيقول بلي هو كان واعي بالطريق اللي اختار وعارف المخاطر اللي فيها. دانيال وكاندي كانوا تعرفوا على بعضياتهم عن طريق صديق مشترك، دغيا بغاو بعضياتهم، وكاندي كانت كتشوفو بلي هو الحب الحقيقي الوحيد اللي عاشت في حياتها. غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يأثر على العلاقة ديالهم. واحد النهار خوسي غادي يتصل بكاندي وغادي يقول لها بلي بغى ياخد المخدرات من عند دانيال. كاندي غادي تهدر مع دانيال، وبحكم انه كان كيتاجر في المخدرات فهو غادي يوافق. وفعلا غادي تمشي كاندي ودانيال باش يتلاقاو مع خوسي،
وهذا اللقاء غادي يكون هو السبب حتى غادي تبدا المشاكل بيناتهم، لانهم فاش غادي يمشيو غادي يلقاو بلي خوسي ما كانش عنده الفلوس. وهنا دانيال غادي يتخاصم مع خوسي وغادي يوقع بيناتهم صداع، وخوسي غادي يضرب دانيال بالسلاح الابيض وغادي يهرب. كاندي غادي تلقى راسها مع دانيال مضروب، واخا الخوف غادي تصرف التصرف الصحيح وغادي تدي دانيال للمستشفى. غادي تكون الحاله ديالو ماشي خطيره بزاف وغادي يقدروا انهم يعتقوه. ويومين من بعد غادي يخرج دانيال من المستشفى. ولكن من هذا النهار غادي تبدا المشاكل بينه وبين كاندي بزاف، لانه كيعتبرها السبب الرئيسي باش خوسي يقدر انه يضربه. فهو ما بقاش كيثيق فيها وقال لها باللي هادي كانت بحال واحد المكيده دارتها ليه هي ولد خالتها. فهو حقد عليهم بجوج وكان باغي ينتقم من خوسي. واحد النهار سيلفي غادي تجي عند الشرطة باش تبلغ على واحد الجريمة حضرات ليها. سيلفي إلا ما عقلتوش عليها كنت قلت لكم هي صديقة ديال خوسي. سيلفي غادي تقول للشرطة بلي هي كانت محبوسة ومختطفة في واحد الحمام في الدار ديال كانجي المدة ديال 10 أيام قبل ما تقدر تخرج وتهرب. ودابا غادي نعاود لكم شنو وقع بالضبط والتفاصيل ديال الجريمة. من بعد المشكل اللي كان وقع ما بين خوسي ودانيال، دانيال حقد على خوسي وما بقاش كيثيق في كانجي، ولا كيهددها بلي هو يقدر يأذيها هي وليداتها الا ما جابتش ليه خوسي. وكانجي مع الاسف هاد المره غادي تتصرف التصرف الخاطئ، فهي مشيت توجهت للشرطه وعاودت لهم شنو وقع. لا فضلات انها تغدر الشخص اللي كان كيحن عليها اللي تربى معاها باش تحمي راسها وتحمي ولادها. فواحد النهار كانجي غادي تكون في السيارة مع واحد الصديقة ديالها، غادي تلاقى بخوسي وغادي تكون معاه سيلفي وغادي تعرض عليهم باش يجيو عندها للدار. الحجة اللي قالت لهم هي أنها عندها المخدرات، وبحكم أن خوسي كان مدمن فهو وافق. وفعلا غادي يمشي هو وسيلفي معاها. ملي غادي يوصلوا للدار غادي يلقاو فيها دانيال وواحد صاحبه الاسم ديالو غابرييل كيتسناوهم. غادي ياخدو سيلفي وغادي يسدو عليها في الحمام وغادي يبداو يضربوا خوسي بواحد العصا ديال البيسبول. من بعد غادي يخنقوه وغادي يتخلصوا من الجثه ديالو في الدار ديال كانجي. هادشي كامل وقع والوليدات ديال كانجي حتى هما كانوا في الدار. المهم من بعد الجريمه ديالهم فهما غادي يمشيو. سيلفي غادي تبقى محتجزه في هذاك الحمام وكانجي غادي تكمل حياتها عادي بحال الا ما وقع حتى شي حاجه. حتى غادي تقدر سيلفي تهرب وغادي تمشي عند الشرطه، غادي تعاود لهم شنو سمعت لانها هي ما كانتش حاضره في الجريمه، يعني كانت غير كتسمع. غادي تقول لهم بلي خوسي كان كيطلب يعني المساعده من كاندي بحكم انها بنت خالته، ولكن هي معاوناتوش وما ندماتش وكانت هي السبب في هادشي اللي وقع ليه. الشرطة من بعد الشهادة ديال سيلفي غادي يمشيو للدار ديال كاندي، وفعلا غادي يلقاو فيها الجثة ديال خوسي وغادي يلقيو القبض على كاندي. في الاول كاندي ما غاديش تبغي تهدر مع الشرطه وما غادي تقول حتى شي حاجه، ولكن من بعد ايام غادي تبدا تهدر وتعاود ليهم على شنو وقع. كاندي غادي تشرح للشرطه ان خوسي كان عزيز عليها، ولكن هي لقات راسها في واحد لا سيتوياسيون اللي خاصها تختار ما بين الحياه ديالها وديال وليداتها والحياه ديالو. فهنا الشرطه غادي يديروا معها واحد الاتفاق باش تقبل انها تشهد بشنو شافت في موقع الجريمة وتشهد في دانيال مقابل أنهم يخفوا من العقوبة السجنية ديالها، وكانت غادي توافق. أما دانيال فهو كان كينكر أنه قتل خوسي، اعترف باللي فعلا ضربوه هو وصاحبه، ولكن فاش خرجوا من الدار فخوسي كان مازال عايش. نكر باللي راه قتلو. في التحقيقات تبين البوليس بلي دانيال سبق قتل حتى الصديقة ديالو اللي كان كيعرف قبل من كاندي، ولكن هو نكر وما كانش أدلة قوية كافية للإدانة ديالو. دانيال حتى من بعد الحكم عليه بقى كينكر أنه قتل خوسي، قال بلي هو فعلا فايت قتل ناس آخرين ولكن ماشي خوسي. اما كاندي فهي ما بدلتش الشهاده ديالها وشهدت فيه. فمن بعد ايام ديال المحاكمه وبالشهاده ديال كاندي غادي يحكموا على دانيال بالسجن المؤبد. غابرييل غادي ينكر انه كان في مكان الجريمه وما غاديش يكونوا ادله قويه ضده وغادي يخرج. اما كاندي فغادي يحكموا عليها بالسجن لمده 30 سنه. هي استفدت من ظروف التخفيف لانها قبلت انها تعاون مع الشرطه وشهدت في دانيال.
ولكن القصة لحدود الساعة عندها جوج ديال لي فيرسيون، لا فيرسيون اللي كتقول كاندي ولا فيرسيون ديال دانيال، حيت دانيال حتى في السجن مازال كينكر انه قتل خوسي. كاندي حاولت انها تواصل معاه شحال من مرة عن طريق الرسائل في السجن، ولكن دانيال عمره ما جاوبها ولا قبل انه يبقى على تواصل معها. كانت هذه هي الجريمة ديال اليوم، وكنتعلموا منها باللي طريق الخيبة ما كنربحوا منها حتى شي حاجة من غير المشاكل، الصداع والخطر. داكشي علاش قد ما قدرتوا تبعدوا على طريق الخيبة فبعدوا عليها، لانه ما غادي تربحوا منها حتى شي حاجة مزيانة. وحتى الوالدين فهما خصهم يردوا البال للوليدات ديالهم ويقرروا يعني الانجاب فاش يكونوا فعلا قادرين على تحمل المسؤولية. شكرا على الاستماع، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقة جديدة وقصة جديدة. الى عجبتكم الحلقة ديال اليوم خليو لايك كومنتير واشتركوا في القناة. بسلامة حتى الحلقة جديدة ان شاء الله.